السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول خطوة فعلية في عالم الإعلانات الممولة. النهاردة هنبدأ من الأساس، هنعمل مع بعض صفحة فيسبوك احترافية، ودي أهم حاجة هتشتغل عليها طول شغلك في الإعلانات. يعني ببساطة من غير صفحة مضبوطة مفيش إعلان هينجح، ولا حتى هتقدر تظهر بثقة قدام الناس أو العملاء. هنشوف مع بعض إزاي تعمل صفحة فيسبوك بخطوات سهلة، إزاي تختار اسم صح وجذاب، وإزاي تظبط الصورة والغلاف والبيانات سواء كنت بتعمل الصفحة لنفسك أو لعميل. لازم طبعا الصفحة تكون منظمة وموثوقة علشان فيسبوك يحترمك والناس تصدقك. لو جاهز افتح حسابك وتعالى نبدأ نشتغل خطوة بخطوة، ويلا نبدأ أول صفحة في شغلك الحقيقي. طبعا بعد ما فتحت موقع الفيسبوك ودخلت على الاكونت الشخصي اللي احنا هنعمل عليه الصفحة باسم طه اونلاين. طيب انا في البداية عايز اوضح حاجة مهمة جدا. الناس دايما بتتلخبط بين الاكونت الشخصي والصفحة على الفيسبوك، وده شيء لازم نوضحه في الكورس من بدري عشان الناس يبقى عندها وعي وفهم هم بيشتغلوا على ايه بالظبط. اول حاجة اللي مفتوح قدامكم ده اكونت شخصي او حساب شخصي. ده حسابك كشخص بيكون باسمك الحقيقي زي طه اونلاين، بتضيف فيه صحابك واهلك. في زر اضافة صديق مش مخصص للشغل او الاعلانات. ممنوع طبعا تبيع عليه او تسوق بشكل مباشر. لو نزلت بوست عن منتج من حسابك الشخصي ده مش احترافي، وممكن فيسبوك يقفله لو زاد الموضوع، الا لو قلبت الفيسبوك ده او الاكونت الشخصي بتاعك لحساب احترافي، وده طبعا هنتكلم عليه بعدين. دي ميزة جديدة طبعا أضافها الفيسبوك حديثا. طيب بالنسبة للصفحة، الصفحة دي مكانك الرسمي كبزنس أو محتوى. الصفحة بتنشأها من جوه الأكاونت الشخصي، يعني جوه الأكاونت اللي احنا فاتحينه دلوقتي هننشئ صفحة. طبعا بيبقى ليها اسم مختلف عن الأكاونت الشخصي، بتقدر تعين عليها مديرين أو مشرفين، تقدر تعلن من خلالها بشكل رسمي، ليها إحصائيات وبيانات بتعرف مين اللي شاف ومين اللي تفاعل وهكذا. لو عندك منتج أو خدمة بتعمل صفحة باسم المشروع وتبدأ تشتغل عليها وتنشر محتوى وتعلن عليها بشكل رسمي. في البداية طبعا بنضغط هنا على الصفحات ونضغط على إنشاء صفحة جديدة، وبنختار صفحة عامة ونضغط على التالي، ونضغط على بدء الاستخدام. بيقول لك اسم الصفحة الجديدة بتاعتك هيكون ايه. لو انت عندك نشاط تجاري والصفحة دي هتمثل النشاط التجاري بتاعك، بتكتب طبعا اسم النشاط التجاري، وممكن تضيف اسمك جنب النشاط التجاري. انما انت لو بتقدم خدمة او وظيفة معينة فبتكتب مثلا اسم الوظيفة بتاعتك واسمك. يعني مثلا هنا هنكتب طه ديجيتال ماركتير. وتاني حاجة هنا بيقول لك اكتب الفئة بتاعة النشاط التجاري بتاعك. طبعا لو انت مثلا الصفحة بتاعتك بتمثل مثلا نشاط تجاري خاص بالملابس فبتكتب ملابس، وبتستنى الفيسبوك يطلع لك الاقتراحات، بتختار اقرب حاجة ليك. لو انت مثلا الصفحة بتمثل صيدلية بتكتب مثلا صيدلية وتختار صيدلية. لو الصفحة مثلا بتمثل مركز طبي او غيره بتكتب طب. يعني ايا كان النشاط التجاري اللي بتمثله الصفحة بتاعتك او المنتجات اللي هتقدمها الصفحة، بتكتب اي كلمة دالة. هنا الفيسبوك بيطلع لك اقتراحات وانت بتختار اقرب حاجة لنشاطك التجاري. فهنا طبعا هنكتب تسويق مثلا ونختار وكالة تسويق. ثالث حاجة هنا السيرة الذاتية، دي اختيارية بس مهم جدا 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 ان انت تكتب سيرة ذاتية مختصرة عن اللي بتقدمه الصفحة بتاعتك. وده ليه؟ لان الفيسبوك عن طريق السيرة الذاتية دي هيقدر يوصلك بالناس المهتمة بالمنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك. فبنجيب سيرة ذاتية كده مختصرة وبنحطها هنا، وبعدين بنضغط على إنشاء صفحة، وبننتظر شوية لحد ما يخلص أول خطوة من إنشاء الصفحة على الفيسبوك. كده خلص اهو. هنا بيقول لي ضيف موقع ويب. طبعا لو انت ليك موقع ويب يفضل جدا ان انت تضيف موقع ويب ليك على الصفحة بتاعتك. فبنكتب هنا الموقع وبيتحفظ في الصفحة او بيتربط في الصفحة بتاعتنا. هنا بيقول لي اكتب رقم الهاتف اللي انت هتربطه بالصفحة. لو انت في رقم هاتف يبقى الاتصال عن طريقه ويبقى ظاهر على الصفحة بتاعتك بتكتبه هنا، وده برضو يفضل.
وهنا بتكتب البريد الإلكتروني بتاعك، وهنا العنوان لو في عنوان للنشاط التجاري بتاعك، وهنا بتكتب الساعات بتاعة الصفحة، يعني ممكن تكتب ساعات العمل غير متوفرة لو انت مش محدد ساعات معينة، وممكن مفتوح دائما وممكن يفتح في ساعات محددة، وبتحدد طبعا الساعات اللي انت بتفتح فيها. بعدين بنضغط على التالي، وبتختار من هنا صورة ملف شخصي، وبتختار من هنا صورة غلاف، وبتسيبه يحمل صورة الملف الشخصي. ودي طبعا غالبا بتبقى اللوجو بتاعك او بتاع نشاطك التجاري، والغلاف بتبقى برضو صورة كبيرة كده على مقاس الغلاف بتاع الفيسبوك، بتبقى معبرة عن نشاطك التجاري. هنا بيقول لي اضافة زر اجراء. اضافة زر اجراء دي لو انت بصيت هنا في الصفحة هتلاقي في متابعة جنبها كلمة مراسلة. مراسلة ده هو زر الاجراء. فهو بيقول لك انت عايز تحط زر اجراء هنا، فبتضغط عليها كده وبتختار. طبعا هو بيجيب لك حاجات كتير، ممكن تختار اتصال الان وتحط رقم التليفون. طبعا اول ما العميل يضغط على اتصال الان هيحوله للرقم بتاعك عشان يعمل مكالمة تليفونية معاك. ارسال رسالة دي اللي هي هنا ان هو يراسلك على الماسنجر. ممكن ارسال رسالة على واتساب، بتكون انت ضايف رقم الواتساب بتاعك للصفحة. وارسال رساله لبريدك الالكتروني لو انت عايز توصله ببريدك الالكتروني. وممكن لو انت عندك لينك على قناه على اليوتيوب وعايز توصل العميل بالقناه دي، فبتضغط مشاهده الان وبتحط لينك القناه بتاعتك على اليوتيوب، بحيث العميل يضغط على مشاهده الان يحوله تلقائي باليوتيوب بتاعك. بعدين بنضغط على التالي. طبعا بتستنى عليه لحظات بعد ما تضغط على التالي، وكده خلاص انت بتبقى انشأت صفحتك الجديدة. وبيقول لي هنا لو انت عايز تضيف رقم واتساب، وانت تقدر طبعا تضيفه من جوه برضه، بتكتب له هنا رقم الواتساب بتاعك بعد ما تختار الدولة، وبتضغط الحصول على الرمز. بيجي لك كود على الواتساب بيطلبه منك هنا وبتدخله. وبعدين بيقول لك دعوة اصدقاء لو انت عايز تدعو اصدقاء من اللي عندك عشان يدخلوا يتابعوا الصفحة بتاعتك. هنا بيقول لي في حاجتين. أول حاجة إشعارات الصفحة على ملفك الشخصي. لو في إشعارات جات لك على الصفحة وأنت عايزها تظهر على ملفك الشخصي أو الحساب الشخصي بتاعك، الأكاونت الشخصي، بتعلم على دي كده زي ما هي متعلمة أو بتسيبها متعلمة. وهنا لو عايز تجيلك رسائل بريد إلكتروني تسويقية وترويجية عن صفحتك، بتجيلك على البريد الإلكتروني بتاعك. طبعا أنا بقفل دي وبسيب دي مفتوحة، وبعدين بتضغط على تم. وكده بيقول لك خلاص انت انشأت الصفحة بتاعتك طه ديجيتال ماركتير على الفيسبوك. كده احنا اتعلمنا في الفيديو ده ازاي ننشئ صفحة على الفيسبوك. المرة الجاية ان شاء الله هنتعلم ازاي نضبط اعدادات الصفحة بطريقة احترافية عشان نأهلها ان احنا نبدأ نشتغل عليها وننشر عليها منتجاتنا او خدماتنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.